السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي افنان ايمن. لو اول مرة تشوفي قناتي اهلا وسهلا بيكي. اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعار بوصفات الجديدة. فيديو النهاردة كامل بناء عن طلباتكم. هنقدم فيه رز بالشعرية او لسان عصفور وكمان سلطة. وبطل الاكل النهاردة طاجن لحمة بالخضار في الفرن. هنبدأ بالطريقة وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. في حلة على النار هضيف 3 معالق كبار زيت ومعلقة كبيرة سمنة أو زبدة. وأول ما الزيت يسخن هنزل بقطع اللحمة، ولازم الزيت يسخن كويس عشان يعمل صدمة للحمة. وأنزل ببصلة وحبيتين حبهان أو هيل وحبيتين مستكة وورقتين لورا. وأول ما اللحمة تاخد لون من تحت هقلبها بالشكل ده كده، وأسيبها تاخد لون من الجنب التاني كمان. وانزل بحباية طماطم وسط مقطعاها شرايح، بس سايباها متماسكة في بعضها عشان ما تفكش مني في الشرب. وهنا اللحمة اخدت معايا لون من الجنبين. هضيف نص معلقة صغيرة فلفل اسود، وانزل بمية سخنة مغلية. انا ضفت حوالي لتر مية. واضيف نص معلقة صغيرة سكر عشان اللحمة ما تاخدش معايا وقت في التسوية. واغطي عليها واسيبها تستوي، بس ما تستويش للاخر، يعني 70%، مش سوى نهائي. وهنا اللحمة استوت معانا بنسبة 70%. هظبط الملح واضيف نص معلقة صغيرة فلفل اسود. انا ليه عايزة اللحمة تستوي 70% بس مش للاخر؟ اللحمة لو سيبناها تستوي وبعدين ضفنا لها الملح، الشوربة بتاعتها هتبقى حلوة بس اللحمة هتبقى مرة. فقبل ما اللحمة تستوي ب10 دقايق او ربع ساعة بظبط الملح على مزاجي، واضيف ربع معلقة او نص معلقة فلفل اسود كمان غير اللي احنا حطيناها الاول واحنا بنشوح اللحمة. واسيبها 10 دقايق او ربع ساعة واطفي عليها، وكده اللحمة تكون جاهزة معانا. في طاسة على النار هنزل بربع كوباية زيت ومعلقة كبيرة سمنة، واضيف حبايتين بصل كبار متقطعين شرايح. هقلب البصل لحد ما تدبل حاجة بسيطة جدا قبل ما تاخد لون. واضيف فلفل الوان متقطع شرايح، وهقلبهم مع بعض لمدة دقيقتين. او لحد ما الفلفل الالوان يدبل بالشكل ده كده. وانزل ب500 جرام طماطم متقطعين مكعبات صغيرة. واقلب الخضار مع بعض لحد ما الطماطم تبتدي تستوي معايا. واضيف معلقتين كبار صلصة طماطم. وانزل بالبهارات، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ورشة صغيرة كمون، رشة صغيرة كزبرة ناشفة، ورشة صغيرة بهارات اللحمة، ورشة صغيرة شطة. واظبط الملح. اظبطي الملح على مزاجك، انا ضفت معلقة صغيرة. وانزل بنص كوباية مية سخنة مغلية. واغطي على الخضار واسيبه يستوي من 5 ل7 دقايق. وهنا بقى جاهز معايا تماما، هرفعه من على النار. هجيب الطاجن وادهنه سمنة او زبدة، المتاح عندك او اللي تفضليه. وهنا معايا كيلو بطاطس قطعتها شرايح مش تخينة اوي عشان ما تاخدش وقت في التسوية، وخصوصا ان اللحمة معانا مستوية وما تكونش رفيعة قوي عشان ما تتهريش. هرصها في ارضية الطاجن بالشكل ده كده، وانزل بنص كمية الخضار واخلي النص الباقي.
وأرص قطع اللحمة. اللحمة أنا مقطعاها قطع صغيرة عشان ما تاخدش وقت في التسوية، وكمان علشان طعمها ياخد من الخضار. وأنزل بالنص الباقي من الخضار على وش الطاجن، وأفرده على الوش بالشكل ده كده. أغطي بالخضار اللحمة والبطاطس، وأنزل بنص كوباية شوربة، مش أكتر من كده. أغطي الطاجن بورق ألمونيوم وأدخله فرن على درجة حرارة 150 لمدة نص ساعة، وبعدين أشغل الشواية أحمر الوش. احنا اللحمة معانا مستوية والخضار مستوي، يدوب البطاطس بس اللي هتستوي. وهنا عندي حلة على النار، هضيف الزيت والسمنة وأنزل بنص كوباية شعرية. هقلب الشعرية لحد ما تاخد لون ذهبي، وأنزل بكوبايتين رز. هقلب الرز كويس جدا مع الشعرية علشان يبقى مفلفل وبيلمع. وأضيف كوبايتين شوربة وكوبايتين مية، تقدري تستغنى عن الشوربة لو حابة تضيفي مية بس. وأظبط الملح، وأسيب الرز على نار وسط لمدة 10 دقايق، وبعدين أهدي النار وأسيبه لمدة 5 دقايق، وكده الرز يبقى جاهز معانا. ولحد ما الرز يستوي هنجهز لسان العصفور. في حلة على النار هضيف الزيت أو السمنة اللي تفضليه، وأول ما الزيت يسخن هنزل بكوباية لسان عصفور، وأهدي النار علشان ما يتلسعش ويبقى واحدة وواحدة. وهقلبه لحد ما ياخد لون ذهبي. تمام كده. وأنزل بالشوربة، والشوربة تكون سخنة أو بمية سخنة مغلية ومرقة دجاج. بس احنا هنا متوفر معانا الشوربة اللي سوينا فيها اللحم. ومع الغليان هيحتاج مية أو شوربة، تقدري تبص عليه من وقت للتاني، وفي الآخر اظبطي الملح. ولحد ما لسان العصفور يستوي هنجهز السلطة. هضيف الطماطم وعليها الجرجير والكزبرة الخضراء وفلفل ألوان، وبصلة صغيرة متقطعة شرايح، وكمان خيار وجزر. أنا قطعت الخيار والجزر بالمبشرة عشان يديني شكل حلو ويبقى خفيف في الأكل. وأضيف ربع معلقة صغيرة ملح، أو اظبطي الملح حسب مزاجك، ورشة صغيرة من فلفل أسود، كمون، شطة. وأضيف معلقة كبيرة زيت زيتون، وعصير نص ليمونة أو معلقة صغيرة خل. وهنا طاجن اللحمة بعد ما طلعناه من الفرن أخد معايا بالظبط نص ساعة. اللحمة مستوية والبطاطس مستوية. هضيفه لأطباق التقديم. كتير منكم طلب مني الوصفة كاملة، وحاولت اختصر على قد ما اقدر عشان ما اطولش عليكم. وفي فيديو النهاردة قدمت لكم الوصفة كاملة بالمخلل كمان. هستنى رأيكم واقتراحاتكم في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والشير. عايزين بقى لايكات كتير. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. اتمنى من قلبي يكون نال اعجابكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي أفنان أيمن.